السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناتي وصفات آدم. وصفتنا سهلة لقهوة العصر بدون بيض، مناسبة اللي عندهم حساسية البيض. مكوناتها بسيطة، عندنا كاكاو خام وزيت نباتي وسكر ونصف كأس حليب، إذا كان مش متوفر حليب ديروا الماء عادي. وعندنا فرينة كاملة، هذا واش كان متوفر عندي، وخميرة الحلويات. متنساوش الدعاء لإخوتنا في غزة، يا ربي ينصرهم وإن شاء الله توقف الحرب قريبا. هنا عندنا في كسرونة درت الحليب، تقدروا تستبدلوه بالماء كما قلت لكم، وضفت السكر والزيت النباتي. رايحين نهزو كامل هاد المكونات نحطهم على نار هاديه، وندير حوالي 3 ملاعق متوسط الحجم من بودرة الكاكاو. والسكر ثاني تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا كما حبيتوا انتم وذوقكم. المهم هاد المكونات راح نرفدهم نديرهم ونمزجهم على نار هاديه. هنا بعد ما مزجناهم رايحه نضيف حوالي 4 قطع من الشوكولاته. هنا تقدروا تستغنوا على هذه المرحله، وراح نذوبهم مع بعض مادام الخليط راه دافي. ونح مقدار كاس تاع اتاي صغير من الصوص هذا تاع الشوكولاته، هذه نحتاجها من بعد نسقوا بها الكيكه. راح ندير هنا قرصه تاع ملح كما راكم تشوفوا انا، وندير حوالي 2 معالق كبار تاع فرينه ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات، ونمزجوهم مع بعض. ورايحه نديرهم في المول هذاك تاع 10000 اللي دار حاله في رمضان اللي فات. هذه المقادير مضبوطه بالنسبه لهذا المول لاني جربت فيها. نمزجوهم مع بعض، وهذاك المول كنت راه دهنته بشويه زيت ورشيته فرينه، ونحطوا فيها المكونات عفوا الخليط، نطيبوه على نار هاديه مده ربع ساعه، 180 درجه حوالي هكذا، وندخلوها طيب. المهم هنا بعد ما طابت نسقوها بالصوص تاع الشوكولاته ونخلوها تبرد وتاكلوها بصحتكم. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله، وتقولوا ما تنساوش تقولوا لي رايكم في التعليقات، ودعموني بجام وتعليق زين كيما نتوما وبمتابعه. وهذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم لقهوه العصر. ان شاء الله نخليكم على خير ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه في وصفات ان شاء الله اخرى قادمه. ومن بعد نزينوها بهذه الشوكولاته. مع السلامه.